السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هذه لا فيديو. قبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم ولا في الوصفه تاع اليوم، رحبوا كامل بالمشتركين ومشتركات قناه كويزين مونديال. رحبوا بالمشتركين اللي دخلوا معنا جدد واللي يزورونا القناه لاول مره، نقول لهم مرحبا بكم. ديروا تفعيل الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. كما راكم تشوفوا معايا وصفه تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا دي باركيت بالبولي ولا بالدجاج. تجي لا فاصون تاعو نقولوا كيما تاع الكباب هكذا. شوفوا المرقه تاعو كيف تجي، وشوفوا البطاطا هذه كيف تجي طايبه زبده. انا اليوم فرصيتها بالدان داشي، تقدروا تفاسيوها بلافيون داشي وتقدروا تفاسيوها ثاني بالبولي اشي وبالشي اللي كان عندكم. هي كما قلت لكم لا فاصون تاعها كيما بالكباب، بصح يجي بطريقه مختلفه، والبنه تاعو تجي ما شاء الله بنين مليح. رمضان ان شاء الله مليح. الا كان عندكم عرضات ليسونسيال تبعوا معايا لا فيديو للاخير هكذا نكتشفوا الوصفه كيف كيف. كما كنتوا تشوفوا معايا لهنا عندي طرف تاع الدجاج، وعندي شويه تاع البصل، شويه تاع الزيت، وشويه تاع السمن، ملح، فلفل كحل، والقرفه هكذا رايح ندير معه لاصوص بلونش عفوا. وهنا عندي شويه تاع البطاطا مع شويه تاع الدنداشين استعملته هنا اللي يخدموا به الشاورما. عندي صفر تاع البيض اللي كان عندي، وهنا البطاطا ندو هذيك المويه ما تكونش كبيره بزاف هكذا باش يجي الشكل تاعها في الطاجين اللي يجي الشباب. هنايا في مرميطه درت شويه تاع الزيت مع شويه تاع السمن، خليتهم يسخنوا هما الوالا. تقدروا ديروا شويه تاع الزيت مع شويه تاع الزبده، المهم الشيء اللي كان عندكم. خليتهم درت هنايا مغرفه تاع السمن. وشنو كي نديروا مغرفه تاع السمن حطاط لنا البنه هذيك لا ديفيرونس اللي تجي البنه تاعها تجي مخالفه. هنايا درت شويه تاع الزيت مع شويه تاع السمن، خليتهم يسخنوا، ونحط الطراف تاع الدجاج. هنا الطراف تاع الدجاج تستعملوا على حسب لا كونتيتي اللي حبيتها، ولا على حسب الافراد تاعكم تاع العائله تاعكم. نديرهم يتقلاو هما الوالا هكذايا كما راكم تشوفوا معايا. نحطهم يتقلاو كما راكم تشوفوا هكذايا، ونغلق عليهم، ومن بعد نقلبهم الجهه الثانيه هكذايا. هنا ما نخلوهمش يتقلاو بزاف هكا، نعرفوا باللي لاصوص بلونش ما نخلوش الدجاج يتقلى بزاف في الاول هكذايا كما راكم تشوفوا معايا هكذايا. نديرلهم تقليبات هكذايا باش يتحمروا لي دو كوتي هكذايا. نغلق عليها ونخليها واحد 6 دقائق. بعد ما فات هذيك 6 دقائق كما راكم تشوفوا معايا، هنا بدا يتقلى معايا الدجاج هكذا بالطبع. هنايا نجيب الملح، ندير كميه تاع الملح على حسب ليسونسيال، على حسب البولي اللي يكون عندنا هكذايا. نديرو الملح هو الاول هكا باش الدجاج تاعي ما يطيبش صامت. وهنايا ندير شويه تاع القرفه بودره وعود تاع القرفه وشويه تاع فلفل كحل. هنا الا كان عندكم شويه تاع الفلفل الابيض ديروا شويه تاع الفلفل الابيض. هنايا زوج حبات تاع بصل كبار فوتهم في الاجواق هكذا باش تجي المريقه تاعنا صافيه. وشويه خليتو هذاك باش نخدموا به في لافارس. نخلي البصل مع الدجاج يتقلى مليح حتى يدبل مليح، ويخرج لي كامل هذاك البصل الماء تاعو كما راكم تشوفوا معايا هكذا. نغطيها ونخليها تتقلى في غرضها على نار قليله. هنايا بعد ما تقلات لي، شوفوا كيف تقلت الله يبارك. هنا عندي الحميصه اي طايبه بخاسك طايبه 100%. هنا كما نوريكم نخليها كي قريب نطفي على الدجاج تاعي. هنايا بعد ما تقلى مليح كما راكم تشوفوا معايا، دوك نمرقوا بالماء سخون عادي. هنا نوريكم التمرق يكون في الطرف هكذايا باش ما نشلوش الدجاج تاعنا من الفوق هكذا. دائما نمرقوا سوغ لو كوتي هكذايا. نمرق ونخلي الدجاج تاعي يطيب عادي جدا هكذا كما راكم تشوفوا. هنا ما نكثروش الماء بزاف. من جهه واحده اخرى انا هنايا كنت فونسيت شويه خدمت حبيبه تاع البطاطا هكذايا، فونسيت شويه في الخدمه تاعي. هنايا راح نوريكم كيف تخدموا لي باركيت تاع البطاطا. هنا البطاطا استعملوا الشكل هكذا يكون الموين، نقسمها على زوج ومع ذلك ندير لها القاعده تاعها. وهنايا بمغرفه ونبدا نحفر بشويه هكذايا. هنا تحفر معكم فاسيلمون. هنايا دو بريفيرونس خيروا البطاطا هذيك اللي تجي جديده حلوه هكذا باش الطاجين تاعكم يجي شباب كما راكم تشوفوا معايا. ونحفرها هكذايا. ومن بعد هذيك البطاطا اللي تكون عندي نديرها في الكونجيلاتور. كي نروح ندير لا سوب ولا كاش عفسه ولا اني نستعملها كما راكم تشوفوا معايا. نحفرها هكذايا غير بالمغرفه هكذايا كما راكم تشوفوا معايا.
غبلهم غرفة وشوفوا كيف تحفر. أنا نعاود لكم هنايا الحبة الدوزيام ثاني هكذا. شوفوا هنا نزيد نديرلها القاعدة تاعها هكذايا، نحيلها غير شوية ونبدا نحفر غير بشوية هكذايا ونهبط. هنايا تحبوا لي باخيات تاعكم محفور تحشوهم بزاف تحفروها مليح، وتحبوا تحشوها غير شويه تحفرهم. ومن بعديك هذوك لي باخيات اللي وجدناهم هكا لاصوص يطيب ديجا نقلوهم في الزيت عادي كيما نقول لي فيرت، واش ما نخليهمش حتى يتحمروا مليح، خليهم واحد 80% هكذاك حتى وين يطيبوا ونحهم. خاطش رايحين نعاودوا نرجعوهم في الفور كيما كنتوا تشوفوا هنا كملت لي باخيات تاعي، وشوفوا كيف خرجوا الشكل تاعهم. ودركا نقليهم هنا ما وريتكمش المقطع تاع القليان كيفي نقلوهم عادي. هنا نولوا لافارس، عندي هنايا شويه تاع الدان داشي ولا البولي اشي ولا لافيون داشي، استعملوا الشيء اللي حبيتو. نزلتو شويه تاع المعدنوس، شويه تاع فلفل كحل، وشويه تاع القرفه هكذايا كيما كنتو تشوفوا معايا. دركا زدت له شويه تاع الملح هكا باش ما يجيناش مسوس، وزاد دوك زوج مغارف تاع البصل اللي خليتهم في الاول نديرهم. هنا تقدروا تزيدوا شويه على راس المغرف تاع لا موطارد ثاني، تقدروا تزيدوا لا موطارد ثاني. ومن بعد 4 سنينات تاع الثوم، هنا 4 سنينات كبار تاع الثوم نربطوهم كامل. ونزيد ثاني لا شابلور، ونزيد صفر تاع البيض. هنا تقدروا تستعملوا البيض مكمول، انا كانوا عندي هذوك 4 تاع صفار كنت خدمت بهم وبقاو لي هذوك سيكفي اللي خدمت بهم في لافارس. فما نتوما الا ما كانش عندكم غير الصفار تقدروا تستعملوا الحبه تاع البيض مكموله هكذايا. ربيت هذوك 4 سنين تاعهم كبار هكذا. هنا كثر لازم تكثروا شويه تاع الثوم باش البنه تاعو يجي شباب. نديروا 3 مغارف تاع لا شابلور، ودركا نزيد هذاك الصفار تاع البيض اللي كان عندي هكذايا. نزيد شوية تاع الزيت ثاني ونعجن كامل المكونات مع بعض هكذا. هنا تقدروا تعوضوا الزيت بشوية تاع السمن ثاني ولا شوية تاع الزبدة، ونعجنوا كامل هذيك لافارس تاعنا هكذا. هنا إلا كنتو شفتوها كانت جارية معكم شوية، نزيدوا لها شوية تاع لا شابلور. أنا جاتني هنايا قيس شوفوا كيف تجي شادة روحها ما تجيش مرخوفة. وهنايا نولوا للمرميطة تاعنا. هنايا نورمالمون الدجاج راه طاب لي هكذايا، في الاخر بقالو غير شويه. نديرو هذيك الحميصه اللي كانت عندي هكذايا، نزيد قرن طحار ثاني وشويه تاع المعدنوس. بون هنا درت شويه تاع المعدنوس هكذا، ونزيد قرن طحار هكذايا باش يعطي لي هذيك النكهه تجي شابه هكذا. هكذايا رشقتو هكذايا ونخليها هكذايا تكتك واحد 10 دقائق ولا، ونجبدها على جهه. هنايا الدجاج تاعي راه طايب 100% كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا بعد ما طابت معايا، وشوفوا المريقه هنا خليت له شويه تاع المريقه خاطر المريقه رايح نسحقوها ثاني. هنايا شوفوا البطاطا بعد ما قليتها كيفاش اخرج الشكل تاعها. وهنا نجيب ان بيغاكس اللي يدخل للفور، ندي شويه تاع لافيون داشي ونبدا نحشي في هذيك البطاطا اللي كنت قليتها هكذايا. راكم تشوفوا باللي البطاطا قليتها مالغي كو قليتها بصح الشكل تاعها مازالت محافظه على الشكل تاعها هكذا كيما راكم تشوفوا معايا هكذا. ونبدا نعمر في لي باكيت تاعي تاع البطاطا هكا. هنايا تحبوا تعمروهم بلا كونتيتي اللي تحبوا تعمروها هكذا مقبله شويه، ولا تحبوا تعمروهم جوست فوق السطح هذاك بغير بشويه تجي شويه بومبي هكذايا. نكمل كامل هذوك لي باكيت تاعي هكذايا حتى الاخير هكذايا. عمليه سهله. هنايا البطاطا انايا قليتها بشويه تاع الملح، درتها شويه تاع الملح وقليتها عادي جدا. هنايا بعد ما عمرت كامل هذوك لي باكيت نجيب المرق هذاك لاصوص تاع البولي ونحطها داخل البيغاس اللي يروح للفور هكذايا. انا نعمر واحد 4 ولا 5 ليلوش هكا في الاخير، خاطش البطاطا تاعنا ماهيش طايبه 100% هكا باش تكمل الطياب تاعها في الفور. ولا فيونداشي ولا دانتاشي تاعنا يكمل ثاني الطياب تاعو في الفور. عفوا.
هكذايا. دوك نجيب شويه تاع فرماج رابي. بون في الاخر تحبوا ديروا فرماج رابي في الاول، تحبوا ديروه في الاخر هكذايا. غطيته هكاك بورق الزبده ودخلته الفرن. شوفوا هنايا بعد ما طاب لي هذاك الدنداشي، درت لها الفرماج رابي ولا غريير ولا الشي اللي كان عندكم، وما تحبوا ترجعوه واحد 5 دقائق هكاك ولا 2 دقائق جوست ما يذوب هذاك الفرماج هكذايا. ومن بعد تعاودوا تخرجوه، ديروا شويه تاع المعدنوس هكذايا كيما راكم تشوفوا معايا، وما نعاودوا نخرجوه وندريسيو البلا تاعنا. الدجاج تاعكم تحبوه تخلوه هكذاك ابيض، تخلوه هكذا كيما خليته انا. تحبوا تحمروه في الافاير ولا في شويه تاع الزبده في المقله ولا تحمروه، وشوفوا الطبق تاعنا في الشكل النهائي كيف جا. يجي البنه تاعو ما شاء الله، ويجي مخالف البنه تاعو. صدقوني باللي والله غير تجي بنين. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وتكون نالت الاعجاب تاعكم، وان شاء الله تكون نفعتكم يا لو كان بحاجه قليله. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارطاجيو لا فيديو وخلونا لي كومونتير ثاني في هكذا في لا فيديو هكذا باش تطلع لنا لا فيديو. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.